عليكم. اوكي. اتفرجنا على فيلم. اللي عايز يعمل ريفيو عمل ريفيو، اللي عاوز يتكلم على الفيلم اتكلم على الفيلم، كل الآراء اتحطت في العالم ده. دلوقتي نتكلم براحتنا على فيلم سوبرمان لجيمس جون 2025. انا عندي كلام كتير يتقال عليه، فانا عايز اتكلم براحتي. اوكي، سمعت من ده سمعت من ده. دلوقتي انا عايز اتكلم انه انا هذا الشخص عاشق دي سي، الشخص اللي دافع، اللي حب، اللي عشق العالم بتاع زاك سنايدر والافلام والتغطيه اللي عملناها من 2013 الى 2016 لما نزل باتمان بي سوبرمان. فانا عندي اراء كتيره، اراء كتيره متمحوره حول عالم دي سي، حول الكوميكس بتاعت دي سي، حول القصص اللي موجوده عند دي سي، وبالمشروع الجديد اللي مسكوه لجيمس جون، مشروع الجودز اند مونسترز، وبالفيلم يعني سيبوكم من بيس ميكر، سيبوكم من الحاجه الانيميشن اللي جيمس جون عملها. كلنا متفقين ان بهذا الفيلم سوبرمان بطوله ديفيد كورنسويت هو ده الفيلم، التعريف، الدخله الى هذا العالم، الى الدي سي يو اخيرا. بعد ما مارفل فتحت العالم بتاعها في 2008 احنا استنينا ويبدأ بهذا الفيلم سوبرمان. اذا ما هي قصة هذا الفيلم؟ هي قصة سوبرمان في عامه الثالث بعد ما جرب حوار ان هو يكون السوبرمان الخطير الخرافي جدا، ودلوقتي هو في مشكلة تانية مع هذا الشخص الذي يدعى ليكس لوثر، من اللي بيعمل دوره نيكلاس هولت، اللي تقريبا ممكن نقول هو احسن واحد في الفيلم. يعني الحاجة اللي جامدة في الليكس لوثر ده ان هو مش اجمد ليكس لوثر انا شفته، ولكنه اكتر واحد ظابط في العالم ده. يعني انا ممكن اقول اللي انا فعلا بعد ما قعدت فتره كده هو اركز، اوكي، نيكولاس هولت في ليكس لوثر كان عامله بشكل جيد، وعلى عكس توقعاتي جاي جاردنر الجرين لانترن، وايدي جيتيجي اللي عمل دور مستر تيريفيك، دول الثلاث شخصيات اللي انا طلعت منهم في الفيلم ده. اذر ذان ذات، غير كده انا مش قادر اشوف ده كالسوبرمان بتاعي لاسباب كتيره. ولكن في الاول خلينا نعمل ريكاب للقصه. اذا سوبرمان اللي لسه جديد بيلاقي نفسه في كونتروفيرسي، في مشكله حصلت. ايه هي المشكله اللي حصلت؟ سوبرمان اتدخل في سياسه خارجيه لدوله تانية. الدوله التانية دي بتاخد دعم كبير من امريكا، ولكن سوبرمان تدخل عشان يمنع حرب البلد التانية دي كانت هتدخل فيها مع البلد المجاوره. واظن ان احنا دلوقتي فاهمين ان الكلام على الانترنت باراليل او الحاجه اللي بتحاكي هذا الشيء في عالمنا الحقيقي ان دي القضيه الفلسطينيه. اوكي، اذا بوريفيا الوحشين، جورهانبور الحلوين، اوكي، او الغلابه، او اللي سوبرمان تدخل عنهم علشان يمنع بوريفيا ان هم يرتكبوا جريمه حرب كبيره. وتشوف ده في الشغف اللي موجود في سوبرمان، وهو بيقول لا كان لازم اتدخل علشان كان في ناس هتموت. وهنا تيجي المعضله بتاعت الشخصيه، ان سوبرمان شخصيه قويه بشكل مش طبيعي، ولكن في العالم اللي عايش فيه السياسات ما بتمشيش كده، وده بيحط علامه استفهام على الطريقه اللي احنا بندور بيها حياتنا في العالم الحقيقي. اكتر من مره جيمس جان والممثلين بتوع الفيلم قالوا لا يا جماعه احنا ما بنعملش اسقاط على اسرائيل فلسطين، احنا ما بنعملش الاسقاط ده بالعكس، ده الفيلم ده السكريبت بتاعه خلصان من قبل الرايترز سترايك، فمن قبل ما يكون في الاحداث اللي شغاله دلوقتي. بقول لك ايه، الناس شايفه الاسقاط ده، وعامه يعني القضيه الفلسطينيه هي موجوده من زمن، فلو في اسقاط، وعامه كان في اسقاطات كتيره في الكوميكس بتعلق على الشيء ده، ففي كل الاحوال انا عندي مشكله مع هذا الاسقاط والطريقه اللي تم هندلته، ولكن هنيجي لده قدام شويه. عرفنا ايه هي المعضله بتاعه سوبرمان بتاعنا، ان هو لسه في سنواته الاولى بيحاول يثبت نفسه، بيحاول يثبت نفسه للعالم كله، بيوقف حروب، بيتدخل في سياسات خارجيه، ولكن في نفس الوقت في شخص همه الاساسي ان هو يبهدل من سوبرمان. مين هو الشخص ده؟ ليكس لوثر، عدو اللدود بتاع سوبرمان. هعيد نفسي بس انا عايز اكون واضح جدا، الاداء بتاع نيكولاس هولت لليكس لوثر رائع. شخصية ليكس لوثر ذات نفسها في الفيلم أنا شايفها ضعيفة. ليه؟ لأن
الشخصيه دي ما اتبنتش. انا مش فاهم هو ليه بيكره سوبرمان للدرجه دي. هم ايوه قالوا ايه الدوافع اللي موجوده عنده، ولكن الدوافع اللي موجوده عنده هو ذات نفسه بيضرب مسمار فيها كده، بيقول لا فكك من الدوافع دي، انا بس بعمل كده عشان انا بكره سوبرمان وعايز اشوه صورته. طب انت بتكرهه ليه وعايز تشوه صورته؟ بيفضلوا في اللعبه دي ليكس لوثر بيستخدم الذكاء بتاعه، سوبرمان بيستخدم عضلاته وقلبه الطيب، بيخسر كذا مره ولكن في الاخر بينتصر، وليكس لوثر بيخسر والعالم بيتم انقاذه وكل حاجه بتبقى زي الفل جميله. سوبرمان بينقذ كل حد، حرفيا بينقذ كل حد، حرفيا بينقذ كل حد. سنجاب سوبرمان كان انقذه، فاللي هو ايه اللي على راسه بطحه بيحسس عليها ولا ما يحسسش عليها ولا مش عارف بتتقال ازاي. فاللي هو برغبه الاستوديوهات بتاعه دي سي ان هم يصححوا بشكل مش طبيعي الحاجه اللي حصلت في الافلام بتاعه زاك سنايدر او العالم اللي كان موجود قبل كده. هم يعني صححوا، بس في نفس الوقت الموضوع من الناحيه التانية باين شكله كرتوني اوفر، ومش كرتوني على انه فيلم كرتون، لا بالعكس، افلام الكرتون بتاعه دي سي في كتير منها تحس ان هي معموله للكبار، بيكون فيها دم، بيكون فيها قتل، بيكون فيها معضله اخلاقيه حقيقيه. هنا لما اقول بقى كرتوني، كرتوني اللي هو اللي بيتعرض الساعه 2 الظهر، اللي هو كرتوني للاطفال. ولكن برضه هنتكلم عن الموضوع ده قدام شويه. ايوه انتوا شايفين مده الفيديو دي قد ايه؟ انا جاي هنا عايز اتكلم كتير، ف اتاكدوا ان انتم مشتركين في قناه من غير مونتاج علشان لو اي حاجه رجعت فاحنا اللي رجعنا مامان. اوكي احنا متحمسين، قناه من غير مونتاج اخيرا. اوكي انتظروا هذا المحتوى. معلش كنت في سايد كويست في الحياه، عندي شغل تاني عايز اعمله، ولكن دلوقتي احنا موجودين وانا عندي كلام كتير يتقال. فشكرا على متابعتكم، شكرا على مشاهدتكم، شكرا على دعمكم المستمر، وخلينا نكمل دردشه. اوكي هذا الفيلم هو عباره عن الحلقة رقم 15 في الموسم الثالث من مسلسل داخل عالم دي سي. يعني هو مش مسلسل لسوبرمان، لا هو حدث في حلقة من المسلسلات. الناس الترو دي سي هيدز، الناس اللي كانت بتتفرج على ارو اول لما نزل، واللي اتفرجت على فلاش اول لما نزل وكانوا بيتابعوه حلقة بحلقة، فاهمين بالظبط انا بتكلم على ايه. المسلسلات بتاعت السي دبليو دي لما كانت بتنزل، انا بالنسبة لي ده كان ريتشوال، ده كان حدث، اللي هو انا دلوقتي جه يوم الاربع حلقة جديدة من ارو نزلت، انا كنت بتفرج ساعتها، كنت معتقد ان ده بيك ومستمتع بوقتي. بحب جدا ستيفن اميل اللي بيعمل دور ارو، وبحب جدا ان هم ما عندهمش قصص كتير من ارو ياخدوا منها، فحرفيا هم عملوا مسلسل ارو ده باتمان. يعني هو ما كانش ارو ولا حاجه، هو كان باتمان وخلاص. يعني حرفيا الفيلن بتاع الموسم الثالث كان راس الغول، يعني هو باتمان، والفيلن بتاع الموسم الثاني كان ده ستروك، كلهم فيلنز بتوع باتمان، بس كانوا بياخدوهم بيعملوه في المسلسل عشان المسلسل كان حلو. في اول 3 مواسم كان خرافي. فالمسلسلات دي كان ايه اللي بيحصل فيها يا معلم؟ كان بعد ما ضافوا اكتر من مسلسل، كان في الموسم كده بيعملوا حدث كرايسيس اون انفينيت ايرث، ولما تعمل لك الكرايسيس اون انفينيت ايرث بقى بيجيب لك كل السوبر هيروز اللي ما لهمش افلام، وكانوا بيحطوهم مع بعض في حلقه واحده. كان عندك كوكتيل جيد من السوبر هيروز بيطلعوا في الحلقات دي ببادجت متواضعه حبتين، ولكن كان لذيذ، كان فاميلي فريندلي، كان ينفع للتلفزيون، كان حدث جيد ل40 دقيقة وبتتفرج وبتمشي. شيء مهين ان يكون الفيلم الدخلة جوه العالم دي سي سينمائي بتاع جيمس جان، انا حاسس ان هو كان حلقة من الحلقات دي. وانا قصدي ايه بالكلام ده؟ قصدي ان هذا الفيلم هو صالح لناس كتير، يعني هو بتاع العامة، هو ينفع للعامة، هو ينفع للناس اللي ما بتتفرجش على افلام كتير، هو ينفع للناس اللي لا تفقه شيء في افلام السوبر هيروز. وانا متاكد 100% ان الفيلم ده هيت ابن لذينه، بس دي سي خانت الناس اللي فعلا مستثمره. انت لما يطلع لك جيش كبير من الناس حرفيا يعملوا حركه عالميه تدعى بريليس ذا سنايدر كات، ده معناه ان الناس دي مؤمنه. غلط ان انت تخونهم وتروح تعمل منتج ينفع لعامه الناس، وما تروحش بالمنتج ده للحاجه اللي فعلا اللي الناس اللويال او الناس اللي هم فعلا هيكونوا معاك لحد اخر الطريق، ما يكونش المنتج ده رايح ليهم. ممكن انت ما تحبش الافلام بتاع زاك سنايدر، ممكن انت ما تحبش الرؤيه بتاعه زاك سنايدر، انت ما بتحبش الستايل الخاص بيه، بس في حاجه احنا هنكون متفقين بيها 100%، وركزوا على الجمله اللي انا هقولها دلوقتي. الافلام بتاعه زاك سنايدر انت يا اما هتحبها جدا يا اما هتكرهها. اوكي، ما اظنش ان في فيلم لزاك سنايدر انت هتتفرج عليه وتطلع منه اللي هو
اوكي وات ايفر، اديله 6 من 10، اديله 5 من 10. لا، افلام زاك سنايدر يا اما هتديها 8 9 10، يا اما هتديها 2 3 4، يا اما حبيتها يا اما كرهتها. ليه؟ لان لاف هيم اور هيت هيم، زاك سنايدر عنده، ايوه خلينا نسمع الكلمه، كلمه في منتهى الاهميه في عالم صناعه الافلام. زاك سنايدر عنده رؤيه، زاك سنايدر عنده بصمه، زاك سنايدر عنده كلمه واضحه جدا. انت لو بصيت على فريم واحد لفيلم من افلام زاك سنايدر من 50 متر فيلم لزاك سنايدر، فيلم لزاك سنايدر 100%. جيمس جان هو مخرج محترم جدا، وجيمس جان على فكرة ليه البصمة بتاعته وكل حاجة، ولكن الفيلم ده أكتر من إنه فيلم فيه الحاجات بتاعت جيمس جان، لا هو جيمس جان استخدم البصمة بتاعته بإن هو يعني يزودها مية علشان تكون شيء زي الاكل بتاع الناس البيض، تمام؟ ما فيهوش بهارات نهائي ما فيهوش تتبيله، ما فيهوش اي حاجه، حرفيا مقدم لك صدر فرخه عليها ملح وفلفل فقط. ممان، فين الفليفر؟ فين انا عايزه يكون حراق شويه، او عايزه يحط لي شويه سمنه، حط لي شويه يو نو ام سينج، فاهمني؟ يعني هو هذا اليوم من الاكل اللي انت ما بتفكرش في الاكل ده مره تانية، اللي هو اوكي انا باكل عشان افضل عايش. ما ينفعش فيلم سوبرمان يكون معمول علشان بس اتفرج عليه وانساه بعدها باسبوع، او ما يفضلش مأثر فيا. لازم يكون فيه نكهه، لازم يكون فيه فليفر. الفيلم ده ولا فيه نكهه ولا فيه فليفر. التعليق السياسي اللي حب يعمله، ودلوقتي هنتكلم في التعليق السياسي، انا يعني شفته ان هو كان تعليق ساذج. هو تعليق هذا الرجل الابيض، وانا مش قصدي اقول الكلام ده ان انا ادخل من ناحيه السياسه، وان دلوقتي بقى في سيطره كبيره جدا من السياسه الهوليووديه والناس الليبراليين الليفت وينج دلوقتي بيحطوا البصمات بتاعتهم، مش كده بس. التعليق السياسي ده لو حد فعلا يعني قاري حبتين، هو التعريف بتاع البوث سايدز اللي بتسمعه من الرجل الابيض اللي قاعد في امريكا ومش فاهم ايه فعلا اللي بيحصل على الارض. فكره ان انت تحط او تصور الشعب بتاع جارهان بور ده ان هو ضحيه بشكل مش طبيعي، وان الضحيه دي فقط مستنيه سوبرمان، او في الوقت ده انا بالنسبه لي انا هبص ان سوبرمان ده هو المقصد بيه. يا اما امريكا، انا قاعد كده هو مستني امريكا هي اللي تيجي تنقذني، واللي هو يكون تعليق غبي، او مستني الرجل الابيض عشان يجي ينقذني، وتعليق اغبى من ده فانا شايف من وجهة نظري ان برغبة جيمس جان وكتابه والاستوديو والاتجاه اللي عايز ياخده بيه الاستوديو، رغبته في انه يكون الاي او يكون حليف للنظرة المتقدمة او التقدمية بتاعة العالم سياسيا، بدعمهم للقضايا زي القضية الفلسطينية، باعترافهم ان لا التعليق ده مش بالظبط عن القضية الفلسطينية، ولكن عامة في كل الاحوال هو لا يزال تعليق شويه ساذج. في فرق ما بين ان انت تبين المستضعف وتقول ان المستضعف ده هو اللي على حق، ده الفيلم سوبرمان عمله، والفرق التاني بقى ودي اللي تبين قوة صناعة الافلام، هو انك تمكن هذا بين قوسين المستضعف. خلينا ناخد مثال في السينما، وعلى فكرة السينما يعني أداة قوية جدا ان انت تقدر تحكي بيها قصص يعني في المقاومة، قصص في الناس مستضعفين ولكن قدروا يمسكوا ويحاربوا الاوبريسرز بتوعهم، يحاربوا الناس المستعمرين، مش عارف تقدر تحكي قصص كبيره جدا وتاخد من عاطفه الناس عشان تشوف وجهه نظر هذا المستضعف، وتخلي الناس تفهم ان هذا المستضعف ليس ضحيه، بل هو واحد قوي ولكن العالم كله ضده، العالم كله متآمر عليه، فهو دلوقتي من حقه ان هو يصرخ ويبين صوته. اقول لكم المثال ده ممكن ناخده بايه؟ لسنين طويله جدا في هوليوود كان في مشاكل جايه من البلاك كوميونتي او الكوميونتي بتاعت اصحاب البشره السوداء. ليه؟ بيقول لك امال في انت بقالك دلوقتي كام 50 60 سنه مطلعنا في الافلام الهوليوديه على ان احنا الناس المستضعفين، على ان احنا الناس اللي قاعدين في الحقول بتاعت القطن، عايزين ايمانسيبيشن، عايزين نخلع من القيود اللي انتوا حاطينها دي. كل فيلم هتعمله عن واحد ابيض، والواحد الابيض ده هو الواحد الابيض اللي جامد، اللي هو الوايت سيفر اللي بيروح عند الكوميونيتيز والاماكن اللي هي فيها مشاكل كتيره ولكن هينقذ حد، زي بقى فيلم ذا بلايند سايد، زي فيلم كراش. كل الافلام دي خلاص المجتمع العام زهق من الافلام دي. فازاي تم التمكين هنا اللي انا بتكلم عليه؟ ان انت تخلي الناس دول تحكي قصصها بنفسها، وتخلي القصه ذات
ذات نفسها مش قصة تبريرات، مش قصة خلينا نشوف الجهتين هنا وهنا وهنا، لا هي قصة تمكين. زي بلاك بانثر، زي جانجو انشيند. انا شايف ان بلاك بانثر مثال رائع هنا، مع اني عندي مشاكل كتير مع فيلم بلاك بانثر كفيلم، ولكن كطريقة لحكاية القصة هي طريقة حكاية قصة فيها تمكين خرافية. ليه؟ لأن الفيلن بتاع الفيلم مش اعتذاري، مش كل شوية عمال بيقول أنا كان لازم أعمل كده، مش عايش دور الضحية، لا قايم وعمال يلطش في ده هو أيوة الشرير بس بيلطش في ده وده وده، ونوعا ما أنت شايف وجهة النظر بتاعته، لأن هو جاي من هذا المكان المستضعف ولكنه مش عايش الضحية. والبطل الأساسي المفروض برضو إن هو جاي من مكان مستضعف بالنسبة للعالم كله، ولكن هو 100% مش شايف نفسه الضحيه. والكونفليكت اللي حاصل ما بين البطل تتشالا وما بين الفيلن كيلمونجر هو اختلاف في طريقة التفكير. الهدف واحد بتاعهم ولكن التطبيق هو اللي غلط. قصة رائعة جدا في التمكين وفي الاستغناء عن فكرة الوايت سيفير. فمن السذاجة ان يجي واحد زي جيمس جان وبرغبته في انه يكون الحليف ويحكي النوع ده من القصة ويخليها برضو في الاخر هي قصة هنستنى لحد لما الوايت سيفير يجي. هتقعد تقولي طب لا ما سوبرمان ما راحش في الاخر وانقذهم مش عارف مين، الجاستس جانج هي اللي جت وانقذت الموضوع. يا جماعه يا جماعه هم جايبين الناس بتوع جان بور دول وهم متبهدلين وخلاص بداوا يجروا وبتاع، والعيل الصغير ماسك علم سوبرمان وبيدخلوا الجاستس جانج وجاي جاردنر مش عارفين هو اللي داخل وبيبتسم وبينقذ الموضوع كله. ده بالنسبه لي ما فرقش اي شيء لو كان الناس دول هم الشعب اللي مكون من كائنات خرافيه اللي كان موجود في فيلم جارديانز اوف ذا جالاكسي الجزء الثالث اللي الهاي ايفوليوشنري كان عاملهم. ده مش تعليق عميق، ده مجرد أداة بس استخدمها علشان يحكي الناراتيف بتاعه، وبكل بساطة يقوم قايل لك اهو دول حلوين دول وحشين، ركزوا بقى معايا لان سوبرمان بيحارب كايجو دلوقتي. مستفز. خلينا نروح على حوار ان سوبرمان بينقذ كل الناس دلوقتي. يعني هو سوبرمان بزياده، هو سوبرمان لدرجه خلاص بقيت اتخنق منه، وكل الشخصيات اللي موجودين هم عاملين يا لهوي انت طيب بزياده. لويس لين ليه عمال بيثق في كل الناس؟ خلاص يعني ايوه كلارك كنت جاي من كانساس وكل حاجه، بس ما ينفعش تقنعني ان هو ساذج للدرجه دي بوجود كميه التكنولوجيا اللي موجوده عنده، وكمان هو في الثلاثينات من عمره. فلو انت كنت عاوز تلعب الكارت بتاع السذاجه ده كان ينفع لو انت بتعمل فيلم سوبرمان وهو عنده 18 سنه ولسه اخد القوه بتاعته، او يعني بقى فهم ان عنده القوه وفهم بقى لقى الفورتريس اوف سوليتود وبتاع والكلام ده. بس هو في الثلاثينات دلوقتي مفيش حد طيب قوي للدرجه دي وهو في الثلاثينات، خاصه وهو عارف ان هو من كوكب تاني واصلا عايش في كانزاس. يعني كانزاس دي يعني ايوه المفروض الغلابه بتوع امريكا وكده، بس عادي ما هم ناس مدردحين برضو بشوفهم على النت ناس طبيعيين. يعني بصوا ركزوا معايا تمام. دلوقتي انت عندك كوبايه كركديه متظبطه ساقعه، الكوبايه دي السكر بتاعها مظبوط، طعم الكركديه خرافي، حلو. دلوقتي يا دي سي انت عندك اختيار، انت ممكن تاخد الكوبايه دي وتديها لشخص واحد، والشخص الواحد ده هيحب الكوبايه الكركديه دي جدا ويقعد يشكر فيها ويقول لك الكوبايه دي جامده بشكل مش طبيعي. ولكن في واحد قاعد جنبه، او خلينا نقول في 2 قاعدين جنبه ما اخدوش كوبايه كركديه. ايوه دول هينتقدوا شويه، هيتضايقوا شويه ان هم ما خدوش كوبايه الكركديه، ولكن في المقابل انتوا اخدتوا واحد بيشكر جدا 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 في كوبايه الكركديه دي. حلو. اللي جيمس جان ودي سي عملوه بقى ايه؟ ان هم اخدوا كوبايه الكركديه الواحده اللي موجوده دي، ولكن قعدوا يزودوها ميه علشان تكفي 10 اشخاص. فايه النتيجه اللي في الاخر؟ ال10 اشخاص دول اخدوا شويه كركديه، يا دوبك طعم الكركديه باين ويا دوبك طعم السكر باين، فمنتج بقى كأنك تشرب ميه، مفيش طعم مفيش تأثير مفيش اي حاجه فعلا تقدر تقولها علشان اوكي ده كان شيء بس. وبتمشي بيومك بتنسى ان انت شفته اساسا. الحاجه اللي بتخلي الواحد يتعلق بالشخصيات، الحاجه اللي بتخلي الواحد يتعلق بالقصه هو لما تكسر توقعاته وتخلي الشخصيه عندها تحديات. ايه التحديات اللي في شخصيه سوبرمان، اللي في شخصيه كلارك كنت؟
مفيش، هو بيرفكت بزياده، مش اكتف بروتاجونست، فاهمني؟ اللي هو ما بيعملش حاجه، لا الحاجات اللي حواليه هي اللي بتحصل، وهو بيتساق بكل سهوله. مفيش اي حاجه عميقه في الشخصيه بتاعته، مفيش اي معضله حقيقيه هو ماشي بيها. لما تم اعلان المعضله ان اهله باعتينه على الارض علشان في الحقيقه عايزينه يكون بقى الاله بتاع الارض دي، وياخد بقى ستات كتيره ويخلف عيال كتيره جدا عشان يحول من الارض لكريبتون جديده. لما تم ذكر هذا الموضوع وليكس لوثر استخدمه علشان يغير من صورة سوبرمان في المجتمع، كلارك كنت اتضايق ثانيتين. كان في المشهد اللي هو الجاستس جانج دخلوا عليه، واحد بيرمي عليه حاجة وبتاع، اتكلم حبتين في الموضوع. بس انا ما شفتش او ما حسيتش ان سوبرمان ده عانى من جواه باي شكل من الاشكال من الريفيليشن او الحدث الكبير اللي لسه حاصل ده. يا رجل انت حرفيا دلوقتي حياتك كلها كدبة، فايه بس دردشه لمده دقيقتين مع ابوك اللي على الارض خلصت قفلت الموضوع؟ وبعدين ازاي هاخد حاجه زي كده بجديه؟ ولسه قبليها بدقيقتين كان سوبرمان بيحارب وحش شبه ده. الكامبنس واللذاذه هي ما بتمشيش مع العالم بتاع دي سي، مع القصص بتاع الدي سي. اللي هيجي دلوقتي ويقول لي ايوه بس جيمس جان على فكره فاهم في الكوميكس، ده بيجيب لك كل الحاجات من الكوميكس وبيدي ريفرنسز كتير من الكوميكس ومش عارف مين والكلام ده. يا حبيبي كريبتو مش كانن اساسا. يعني انتوا فرحانين عشان كريبتو ده سوبر دوج طلع في الفيلم؟ كريبتو مش كانن اصلا بقى في القصص بتاعه سوبرمان. كريبتو مش كانن. مش معنى ان انت واخد حاجات تم عرضها في وقت من الاوقات في الكوميكس ده معناه ان ده فيلم كوميك بوك اكيوريت. يكون كوميك بوك اكيوريت طيب في القصص اللي بتتحكي يكون كوميك بوك اكيوريت في ارتباط الشخصيات. انما انت جايب لي شخصيه من الشرق وشخصيه من الغرب وحاططهم مع بعض، وواضح جدا ان الديناميكيه بتاعت الشخصيات دي مش ماشيه مع بعض. يتحول هذا الفيلم الى فيلم من الفرش، فيلم متوقع النهايه بتاعته، فيلم متوقع ان الشخصيات في الاخر مش هتنمو. ودي اهم حاجه في حكايه القصص. الشخصيه الاساسيه بتاعتك في نهايه الفيلم بعد ما يخلص الكاركتر جيرني، بعد ما يخلص الرحله بتاعته، يتغير في الاخر. سوبرمان ما اتغيرش في الاخر. اكرهوا افلام زاك سنايدر زي ما انتوا عايزين، ولكن في فيلم مان اوف ستيل سوبرمان كان عنده نفس المعضله، ان هو ازاي يكون هذا الشخص اللي بيدافع عن الشعب بتاع الارض. وفي نهايه الفيلم اضطر ان هو يعمل شيء صعب، وهو انه يقتل زاد. ولكن باختياره هذا الشيء هو اختار جانبه البشري عن جانبه الكريبتوني، وده ساب تأثير كبير. بعد الكلايماكس بتاع الفيلم الشخصية اتغيرت في النهاية، شيء مهم. في فيلم سوبرمان 2025 الشخصية ما مرتش بهذا التغير. هو بدأ وهو الشخص اللي عينيه منورة، الشخص اللي بيحب العالم، اللي بيحب الأرض، اللي بيحب أهله. وفي نهاية الفيلم نفس الشيء، مفيش اي مشكله. هو بس عرف ان اهله اللي كانوا على كريبتون ما كانوش ناس كويسين قوي، بس كالاخلاقيات بتاعت الشخصيه ما اتغيرتش، علاقته مع الناس اللي حواليه ما اتغيرتش. فيكون عندك يكون عندك حلقه من مسلسل وخلاص الحلقه خلصت، يلا اشوفكم في الحلقه الجايه. لان دي الطريقه اللي تكتب بيها مسلسلات، لان علشان المسلسل يفضل شغال ويتعمل منه حلقات كتيره ويتعمل منه مواسم كتيره لازم تتصرف ان في اخر كل حلقه الستارس كوو او المناخ العام بتاع العالم ما يتغيرش قوي، علشان يكون عندنا الحرية ان احنا نفضل نحلب في ده زيادة. This is not cinema. دي مش الطريقة اللي انت تعمل بيها افلام. الافلام مش مسلسلات. وبدخول جيمس جان في معاملة هذا العالم على انه يلا يا جماعة بقى احنا داخلين واوريدي عايزين نحلب كمية افلام جديدة، اذا انت بتحكي قصة بتاعت مسلسلات. وبالمناسبة لو انتم مش عارفين يعني ايه الفرق يعني ما بين المسلسلات والافلام، ده فرق كبير جدا في الافلام والمسلسلات. المسلسلات بتحاول على قد ما تقدر ان هي ما تعملش تغييرات كبيرة جدا في العالم عشان يفضلوا يحلبوا من المسلسل، وده شيء يعني مرسوم في البلو برنت بتاعت عمل المسلسلات. وده الشيء اللي بيخلي الافلام اقوى، لان بالافلام انت تقدر تاخد قصه مقفوله على بعضها خرافيه. دي مش قصه مقفوله على بعضها خرافيه، ده مجرد فرش، مجرد فرش صالح للجمهور العام. لو حد هيفتكر الفيلم ده بعد فتره طويله جدا، ممكن يكون عيل صغير ده يكون اول تجربه ليه يشوف حاجه سوبر هيرو ويشوف سوبرمان على الشاشه الكبيره، ده الشخص الوحيد اللي ممكن يأثر فيه. بس لاغلبيه الناس هينسوا
السوبرمان ده، مش هيقدروا يتعلقوا بيه لان هو بس هم، ياه. جيمي اولسون كان جامد برضه. جيمي اولسون تحسه كان عنده شويه ايه بي دي اي، فاهمني؟ كان في بي دي اي موجود كده في المهم يا اصدقائي، دي تقريبا كانت كل حاجه عندي في الفيلم بتاع سوبرمان. دي كانت التعليقات والحاجات اللي كانت بتجري في دماغي من ساعه لما اتفرجت على الفيلم ده، كنت عايز اتكلم معاكم عليها. هنتكلم تاني عن العوالم دي، وهنتكلم تاني عن المستقبل، وعامه بقى عايزين ناخد الافلام بتاعت جيمس جان وندرسها ونفهم مدرسه الراجل ده في عالم الافلام يعني، وعالم صناعه الافلام. اتاكدوا ان انتم مشتركين في القناه وشغلوا كل التنبيهات عشان لما ينزل فيديو من الفيديوهات دي يوصل لكم على طول. شكرا 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 على متابعتكم، وصلكم نهايه الفيديو. انا محمود اسماعيل، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. اتاكد ان انت مشترك عموما. اوكي، سلام.